السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهى قبل قليل الديربي البيضاوي بين الرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي، واللي انتهى بواحد الواحد. صراحة ديربي بعيد كل البعد عن الديربيات اللي كنا كنعرفو، يا حسرة على زمان. الديربي صافي مشى، صراحة الديربي مشات الحلاوة ديال الديربي. صراحة اليوم تفرجت وكنتأسف على كيفاش كان كيدوز الديربي. الجمهور تيران محمد خبيث بوك عامر، سيمانو انت كتهضر عليه، ملعوب نهار الحد. داكشي كان اجواء رائعه صراحه. اليوم ملعوب مع الجمعه نهار الجمعه، والغريب في الامر انه راه كان غيتلعب مع الربعه ديال العشيه. واش هذا ديربي؟ راه الديربي راه هو الماتش ديال العام كامل بالنسبه للبيضاوه. راه كنتسناو الديربي في فارغ الصبر. امتى امتى يجي داك الماتش ديال الديربي؟ كان غادي يلعبوه هاد العصبه ديال اخر الزمان نهار الجمعه مع الربعه. غير الناس وبداو كيغوتوا داكشي، عاد باش اخروه حتى للستة. الجمعه مع الستة، ديربي نهار الجمعه مع الستة ما عندها حتى معنى. انا بعدا كاين ما عندها حتى معنى. الديربي سوا السبت مع ديك الثمانية ديال العشيه، او الحد يوم راحه مع الربعة العشيه مع الستة العشيه، ماشي مشكل. هذا كاين الحلاوه ديالو. باش تقول لي نهار الجمعه كنتي غتلعبوا مع الربعه وناض صداع وداكشي، عاد باش حولتو للستة، دوماج بدون جمهور. شنو هو الفائده ديال الديربي الا ما كانش الجمهور؟ شنو هو الفائده ديالو؟ صراحه قتلوه هاد الديربي ديال الدار البيضاء. صراحه هذه في الاعوام الاخيره صافي ما بقيناش واش باقيين تتعاقلوا على هذا الماتش ديال 4-4 والماتش اللي قبل منه ديال 1-1 ديال لالي، ومن وراه كيفاش الاجواء وكيفاش التيفوات ونايضه دوماج. اما الكره حديت ولا حرج. صراحه انا ما نعاتبش فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي غير الجلده ديالو 180 درجه. شكون اللي بقى من العام اللي فات؟ بقى الحارس مطيع وحركاس وصافي، يعني بدل الفرقه كامله. فريق الوداد عنده لاعبين، خاص الوقت، خاص الوقت وشي لعابه خاصهم ردوا اللياقه البدنيه ديالهم. بحال اليوم بحال داك المهاجم نيونغ، صراحه ولا كنتظر منه انا راه يكون احسن من هكاك. تصور تقريبا ما وصلش كاع، ما وصلاتوش كره، ما شتش كره كاع. دخلتي تقريبا اكثر من 25 دقيقه وما تشد كره، وانت راك هو المهاجم. يعني انت اللي خاصك تعطينا الاضافه، انت اللي معولين لك الوداد لانك مهاجم اجنبي، خاصك تعطي الاضافه للفرقه. دوماج. كاينين شي لعابه هما مزيانين، ولكن خاصهم يخدموا شويه ديال اللياقه البدنيه، وخاص انسجام غير شي شويه مع الماتشات. غادي الوداد غادي يكون مزيان. انا اليوم بالنسبه سيرتو في الدوزيام ميطا عجبتني الوداد صراحه، تحركوا وكانوا احسن من الرجاء. ولكن اللي خلعني واللي فاجئني هو المستوى ديال الرجاء، لان الرجاء مقبله على واحد المسابقه قاريه وصعيبه بزاف، هي عصبه الابطال. ما يمكنش يكونوا بداك النيفو. تصور الرجاء اليوم جوج محاولات اللي وصلوا للبوطو، ما يمكنش. واللعابه كلشي ميت. راه نحيدو، نقدر نقول لك هذاك الموريتاني بوده ما بيش، زريده والزرغول، صافي هادو هما اللي كاينين. صافي بوزوق ولا داك ناقصين، ما كاينينش كاع اليوم، ما كاينينش. انا فاجاتني الرجاء. واش هذاك هو المستوى باش غادا الرجاء غادا تنافس على في عصبة الابطال؟ صراحة مستوى بعيد جدا جدا جدا. العموم خليوني غير نذكركم ب الوداد التشكيل اللي دخل به مكوينه دخل بمطيع في البوطو، حركاس وبوطويل كاينه العوده ديالو، وعتق بزاف ديال الكواري اليوم. صراحه باقي ثقيل شويه، ولكن على العموم راه كان مزيان. لاريير دروا مفيد، و
بوشتا كان في لارير غوش، بوشتا اللي شويه تحرك شويه ولكن ماشي في النيفو ديال عطية الله صراحه. عطية الله خلى ديك البوست خلاها. المهم خاص الوقت بزاف باش الوداد تلقى شي ارير غوش بحال عطية الله. في الميليو راه كان مبارك وكان ساخي وكان الزمراني. مبارك مزيان، مبارك بدا كيرد اللياقه البدنيه ديالو، بدا كيرد المستوى اللي عاهدناه في الفتح صراحه، لانه كويري عنده الكره في رجله. مبارك مزيان وعطى الاضافه في الوداد البيضاوي، عاون هذاك الولد الساخي داك اللحيه. في الهجوم راه كان داك نبيل الناسي ناقص، هذاك ما عجبنيش. وكان ميلوله تقريبا، وكان مترجي. تسمع مترجي صراحه كان ياخذ حمراء، لان هذاك التدخل متهور ديال الحمراء هذاك. ولكن الاربيط ارتكب اخطاء كثير اليوم وما بغاش يخسر الماتش وصافي. هادشي اللي بان لي. اما هي يستاهل عليها حمراء، ولكن ماشي غير المترجي، حتى بوغرين، صابر بوغرين دوزيام افيرتيسمون كان وياخد زريده ما خداش كنظن كاع وقيلا تا صفرة، وكان يقدر ياخد صفرة اكثر من مره. النفاتي كانوا تدخلات عنيفه خاصه في بريمير ميطا اللي ما شفنا فيه لا كره لا والو صراحه. شفنا فيه توقفات كثيره لا من طرف، وتدخلات عنيفه لا من طرف اللاعبين ديال الوداد ولا ديال الرجاء. يعني مستوى ضعيف في الشوط الاول. مازال الشوط الثاني تحركت الوداد اللي تحركت. اما الرجاء انتظرت منهم يكونوا احسن من هكاك، ولكن ما بقاو لاعبين. اوروزمون ماركا هذاك البيت ديال اللي ماركاه بودا، لان هذاك كان غير كونتر اتاك. والمهم صدقات هذيك الكره اما، ولكن ما كانش شي هجمه مبنيه، شي حاجه اللي هجمات منظمه مبنيه وصلوا. ما كاينش ضربات ثابته، ما كاينش داكشي، ما كاينش صراحه. بالنسبه للرجاء راه كان الزنيتي اللي ما كيتحمل حتى مسؤوليه صراحه في الهدف. كان بولكسوت، كان بعدي، كان بن عمار وخفيفي فلاكس. في الميليو راه كان زريده وكان بودا وكان شكون الاخر اللي كاين معاهم. المهم في لاطاك كان زرهوني مزيان، كان بوزوك وكان نفاتي. بقى واحد الوسط ما عقلش عليه مزيان. المهم كان بوغرين، صابر بوغرين صراحه ما كان ناقص اليوم كاع، ودار مزيان المدرب من يخرجوا. كان ناقص كاع، ما دار حتى شي حاجه كاع. على العموم هاد الديربي هو اللي نسيه صراحه. ما ماتش ما والو. الوداد في الدوزيام ميطا لعبوا خاصه مع الدخول ديال نيونغ، وبقى معاه ميلولا ودخل بونا عمر ودخل داك الريحي. تحركات الوداد وكانوا يقدروا يفاجئوا الرجاء في شي كره. ولكن بالنسبه للرجاء الرجاء صراحه كانوا فرحانين بالتعادل. على العموم هاد النتيجه هذه راه هي في صالح نهضة بركان، لان غادا توسع الفارق بشويه. كيبان لي هاد العام نهضة بركان هي اللي غادا تفوز بالبطوله، لانهم يمشون بثبات نحو اللقب. هادشي اللي كاين بالنسبه للماتش ديال اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.